السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم ما شايفين ده العصير الترند او المهلبية الترند. هو عصير ترند بس احنا هنعمل منه كمان مهلبية. العصير ده هو قمر الدين بالجزر او جزر على هيئة قمر دين. بصراحة طريقة حلوة جدا. وبصراحة تسلم ايد اللي عملته في الاول خالص، تسلم ايديكي. انا بصراحة معرفش مين اللي عملها في الاول، انا شفت الفيديو ده نازل على اليوتيوب ترندات كتيرة، قلت اجرب العصير ده هل حلو ولا وحش. بس بصراحة انا عجبني جدا جدا جدا، واكتر حاجة عجبتني المهلبية او الكاستر. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة. انا عندي 1.5 كيلو من الجزر. الجزر زي ما انتم ما شايفين احنا مقشرينه، وهقطعه قطع صغيرة زي ما انتم ما شايفين كده. عايزة تقطعيه اصغر من كده قطعيه، هو كده كده هيتضرب في الخلاط او بالهاند بلندر. انا مش هحط مية خالص على الجزر، انا هحط 1.25 كيلو سكر على 1.5 كيلو جزر. يبقى 1.5 كيلو جزر بيتحط عليه 1.25 كيلو سكر. تمام، الكيلو جزر بيتحط عليه نص كيلو من السكر، وعلشان انا كمان عندي نص زيادة فانا حطيت ربع، يبقى كده 1.25 كيلو. هنا احنا غطينا الجزر بغطاية، والبخار نزل المية من الجزر خلاها بالشكل ده. احنا ما حطيناش مية خالص، انا ما حطيتش ولا نقطة مية زي ما انا قلت في اول الفيديو. اول ما احط ايدي على حباية الجزر والاقيها طريت، اول ما تحسيها انها استوت يعني معاكي، هتجيب الهاند بلندر وتضربي الجزر في المرحلة دي. انا عايزة اضربه وهو في المية بتاعته، انا مش عايزاه يشرب المية بتاعته وبعد كده اضربه واروح حطاله مية، انا مش عايزة اضيف له اي مية نهائي. احنا هنضربه زي ما انتم ما شايفين كده بالهاند بلندر او بالخلاط. انا هروح اضربه واجيلكم عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو. زي ما انتم ما شايفين كده انا خلصت خلاص ضرب الجزر بالهاند بلندر. هنا هننتقل للمرحلة التانية. انا برضو هسيبه على النار بس هوطي عليه النار خالص وهديها. عندي كام حباية من البرتقال او اليوسفي المندولين اللي نازل ده. مش كتار صراحة، انا عصرته بدون ولا نقطة مية، برضو مش عايزة اي مية فيه خالص نهائي. انا هنا بصراحة كنت عايزة فروتي بالمشمش، بطعم المشمش، او تانج بطعم المشمش، بس ابني راح جاب لي دور بصراحة ملقاش اللي هو بالمشمش، هو فيه بالمشمش بس في المنطقة بتاعتنا ما كانش فيه بالمشمش، فراح جاب لي بالخوخ. هحط التانج على العصير بتاع البرتقال او اليوسفي، وهضربه كويس بالمعلقة او هحركه كويس بالمعلقة، وبعد كده انا هروح ضيفاه على الجزر. شفت الجزر بقى عمل ايه؟ انا كنت موطيه النار بس انا سبته اتلسع مني حاجة بسيطة هوريها لكم دلوقتي. اهم حاجة ما تسيبيش الجزر على البوتاجاز كده عشان هو بيشرب ميته بسرعة وبيخس خالص زي ما انتوا شايفين، وممكن يتسع معاكي من تحت، فانت حاولي تكوني ايدك فيه. هي الحتة دي بس اللي اتلسعت معايا. تمام تمام، انا هروح دلوقتي هننتقل للوصفة اللي هي المهلبية. هو احنا كده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. انا طفيت النار، تمام، مش هعمل اي حاجة تانية بعد ما ضفت العصير بتاع البرتقال والفروتي مع بعض. انا طفيت النار. هنا انا حطيت 2.5 كوباية من المية على العصير بتاعي او القمر الدين اللي احنا عملناه. حطيت 1.5 معلقة نشا على 2.5 كوباية مية، حطيت 1.5 معلقة نشا وبحركه كويس. بصراحة طعمه حلو جدا. وكمان لو انا كنت لقيت المشمش الفروتي بالمشمش او التنك بالمشمش كان هيبقى طعمه حلو جدا جدا. هو بصراحة طعمه مش وحش بس مدي على الخوخ شوية. كان طعمه مدي على الخوخ، يعني طعم الخوخ، عصير الخوخ. فانت فعلا لو كان فيه التنك المشمش كان هيدي معاكي المشمش، طعم المشمش. انا ما حطيتش كمان ملح ليمون لان الفروتي او التنك بتكون في نسبة من ملح الليمون. هنا طبعا المهلبية بتاعتي او الكاستر او المشمشية بتاعتي كانت خلصت خلاص، وانا نزلتها من على البوتاجاز. انا قلت اجربها معاكم، اكيد كلكم عارفين المهلبية بتتعمل ازاي.
زي ما انتم ما شايفين كده انا هسيبها لحد اما تبرد. وزي ما قلنا انا ولا حطيت لا ملح ليمون ولا حطيت ليمون في الوصفة معايا، وما حطيتش نشا ولا اي حاجة خالص، لان انا الجزر بتاعنا كان سبته يشرب المية بتاعته خالص خالص زي ما انتم ما شايفين كده. وانا كمان رحت ضربته تاني بعد ما نزلته من على البوتاجاز او برد معايا شوية، رحت ضرباه تاني بالهاند بلندر ونعمته اكتر واكتر. زي ما قلنا الفروتي او التانك اصلا فيه نسبة ملح ليمون، يعني فيه مزازة. فكمان لو كان الفروتي كان بطعم المشمش كان هيكون احلى واحلى. هو هنا مديني طعم الخوخ، يعني طعمه مش وحش، وبصراحة حاجة موفرة وهترمي معاكي كتير، هتوفر معانا حاجة اقتصادية هتنفع معانا بإذن الله في رمضان كعصير او كمهلبية. انا بصراحة زي ما بقولك انا عجبتني المهلبية، يعني انا اللي هشيله ده انا هعمل منه عصير بس هشيل منه شوية بصراحة كمان للكاستر او المهلبية او المشمشية. وزي ما قلت لك في اول الفيديو انا ولا حطيت لا ملح ليمون ولا حطيت نشا، لان زي ما قلنا الفروتي اصلا فيه طعم الملح الليمون او فيه نسبة ملح الليمون، فيه مزازة. يعني هو ملح الليمون بيعمل مزازة في العصير او بيعمل مزازة في الوصفة بتاعتنا دي، وكمان بيحفظها. لكن الفروتي او التانك اصلا بيكون فيهم ملح ليمون. فانت لو حابة طعم المشمش دوري على التانك بطعم المشمش. لا لو ما لقيتيش هتجيبي جيلي بطعم المشمش، وهتجيبي معاه ذرة من ملح الليمون مع الجيلي. دي كل الحاجات اللي طلعت من الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. حاجة حلوة، حاجة اقتصادية، حاجة موفرة، وطعمها حلو جدا. انا عجبتني بصراحة. كيلو الجزر مش محصل، يعني هو ب5 جنيه بالظبط، يعني انا كيلو ونص ب10 جنيه، او مش محصل كمان ال10 جنيه الجزر. جبت بيه كيلو ونص من الجزر بال10 جنيه، عملت بيه الوليمة دي كلها. حاجة حلوة جدا جدا، اقتصادية موفرة. حاجة هتفرحني، هتملى تلاجتي لو ظروفي مش مظبوطة. انا مش هستنى واحط ايدي على خدي واقول لا انا ما عنديش، لا هنزل اجيب، لا. وبلاش تجيبي التنكات اللي هي عند العطار البودرة دي او التمر هند البودرة. هاتي حاجات زي كده. الجزر حلو والبرتقان مالي السوق، هاتي جزر واعمليه بالبرتقان لو انت مش حابة بالفروتي. والجزر مغذي والبرتقان مغذي، والاتنين مالين السوق دلوقتي وسعرهم مش غالي. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تدعميني يا قلب اختك بلايك، واوعي تنسي تشتركي في القناة وتشجعيني. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.